هنتكلم النهارده بقى على المايكرو ايه؟ على المايكرو نيوترينز، عن المغذيات الصغيره اللي الجسم بيحتاجها بكميات ايه؟ قليله. خلاص هنتكلم عن الفيتامينز والمينرال، الفيتامينات والاملاح المعدنيه. احنا قلنا طبعا الماكرو نيوترينز اللي هي المغذيات الكبيره اللي انا جسمي بيحتاجها بكميات ايه؟ كبيره بالجرامات. خلاص دي اللي هي تشمل النشويات والدهون والبروتين، ودي اللي بتتحرق اقدر احرقها واطلع منها طاقه. قلنا جرام النشويات لما بيتحرق بيدي 4 سعر، جرام البروتين 4 سعر، جرام الفات 9 سعر. عشان تقدر تطلع الطاقه بقى من النشويات ومن الدهون ومن البروتين انت محتاج مايكرو ايه؟ نيوترينز، المغذيات الصغيره جسمي بيحتاجها بكميات قليله قوي. خلاص بالنانو جرام، بالبيكو جرام، بالمايكرو جرام، كميات قليله جدا. خلاص دي اللي هي تشمل حاجتين، الفيتامينز والمينرال، الفيتامينات والاملاح المعدنيه. تمام، دول بنفسهم كده زيرو كالوري، بنفسهم ما بيتحرقوش، ما بيدوش طاقه للجسم، بنفسهم زيرو كالوري. امال هم دورهم ايه؟ هم دول اللي بيقدروا يخرجوا الطاقه من الماكرو نيوترينز. يعني عشان النشويات تطلع الطاقه والدهون والبروتين عشان تطلع منها طاقه او تستفيد منها انت محتاج فيتامين وايه؟ ومينرال. دول يعتبروا الكاتاليست، العامل الحفاز اللي هيقدر يخرج لك الطاقه من النشويات والدهون والبروتين. اي اكل انت بتاكله فيه نشويات او دهون او بروتين، مثلا رز، عيش، مكرونه، بطاطس، بطاطا، قلقاس، لحمه، فراخ، سمك، بيض، جبن، لبن، فول، عدس، حمص، اي اكل يحتوي على نشويات او دهون او بروتين عشان تقدر تستفيد منه استفاده كويسه لازم يكون عندك فيتامين وايه؟ ومنها. مش هتقدر تطلع الطاقه من الاكل ده، مش هتقدر تستفيد من اكلك الا بالفيتامين والايه؟ الا بالفيتامين والمينرال. لذلك السلطه والفاكهه مهمين جدا على الاكل. لازم يكون ايه؟ فيه سلطه وايه؟ وفاكهه. ليه؟ غنيين جدا بالفيتامين والمينرال، تقدر تستفيد بقى من باقي الاكل. خلاص الناس اللي بتاكل سلطه وفاكهه تلاقي ما شاء الله نشيط مركز، تمام، قادر بقى يستفيد من الاكل، الاكل قادر يطلع منه الطاقه بشكل مظبوط، تلاقيه مشحون. عارف الموبايل كده لما تشحنه خلاص يدي لك اعلى اداء، لو بقى خلاص قرب يفصل شحن تلاقي اداؤه ضعف، تلاقيه بقى مهنج ومدرق وكل شويه يفصل منك وبتاع، فانت عايز تشحنه. فاحنا اللي بيشحن جسمنا خلاص الايه؟ الاكل، النشويات والدهون والبروتين. طبعا عشان تقدر تستفيد بقى من النشويات والدهون والبروتين وتديك الطاقه اللي جسمك محتاجها انت محتاج الفيتامين والايه؟ والمينرال. يبقى الفيتامينات والمينرال هي دي اللي بتشحنك، هي دي اللي بتنورك، تخليك شغال، تقدر تشتغل، تقدر تبذل مجهود، تبقى مركز، احساسك بالتعب والارهاق يقل. ماشي؟ تمام؟ مستفيد بقى بالاكل بتاعك، عمليات البناء عندك شغاله كويس، وعمليات الهضم والحرق واخراج الطاقه شغاله عندك بشكل ايه؟ مظبوط وكويس. تمام؟ يعني انا اول لما يجي لي واحد الاقيه ايه؟ طاقته قليله وضعفان ومدروخ ومسقط، بالرغم ان هو بياكل كويس، بياكل نشويات ودهون وبروتين، يقول انت مش قادر تستفيد بالاكل بتاعك، انت عندك نقص في الفيتامين مينرال. واتاكد بقى خلاص من اكله، من طبيعه اكله، الاقي فعلا مقصر في السلطه، مقصر في الفاكهه. الاكل الغني بالفيتامينات والاملاح المعدنيه ما بياكلوش، فلذلك ايه؟ مش قادر يستفيد من الاكل اللي هو بياكله، لذلك طاقته ايه؟ طاقته ضعيفه، مش قادر يقدم، مش مركز، بيحس بالتعب بالارهاق. فاقدر اعوض له، اشوف ايه بقى اللي ناقص عنده، ايه الفيتامين اللي ناقص، ايه المينرال، ايه الالكترولايت اللي ناقص، خلاص وابدا اعوضه له، اديهوله واكتر له في الاكل منه، فيبدا الدنيا عنده تتظبط. يقول لك يا دكتور فعلا ده الايه؟ ده سحر، انا حاسس ان انا اتشحنت كاني كنت مهنج كده والحمد لله فقت، الفيتامينات والاملاح المعدنيه ظبطتني.